الحكي هذا كل اللي يدور الآن في صنعاء نتيجة للتدريبات في الجزر الأريترية. أنقذ اليمن تنقذ مكة، هكذا قال الدكتور عبد الله بن صحيح. ما الذي تقصده؟ أقصد بأنه لابد أن ننقذ اليمن من الحوثي، وإلا فسيسود الحوثي على صنعاء، والهدف المركزي هو مكة والمدينة وليس حكم اليمن. خلاص يكونوا وصلوا، فهمت كيف؟ ستكون مضخة اليمن للتوتر ومضخة للعدوان. إذا دول الخليج خذلت الرئيس اليمني الحالي؟ جدا، خذلت الشعب اليمني. أنا من سنة 1982 يا فهد، 1982 وأنا أقول اليمن لازم ندخلها مجلس التعاون، وإلا ستتحول إلى خطر على دول التعاون. 82 سنة 74 كان وزير خارجية الإمارات الدكتور سيف غباش الله يرحمه، هذا من شباب راس الخيمة، فهمت كيف؟ سيف غباش دعاني إلى محاضرة، بس القصد منها التعارف، فهمت كيف؟ فألقيت محاضرة في قصر الخبيرة في أبو ظبي على السلك الدبلوماسي عن ميزان القوى في الخليج. بعد المحاضرة قال مش مو محاضرات، احنا عندنا شيء أكبر. رحت له معاه المكتب في وزارة الخارجية. قال لي احنا مثل ما انت شايف لا نشكل أكثر من 4% من وعاء السكان في الإمارات، صح ولا لا؟ صحيح. شو نسوي؟ قلت اليمن ما عندك إلا اليمن، فيها مستودع بشر، وفيها مستودع بشر نشط أثبت نشاطه وأهليته في الهجرات بالثلاثينيات والأربعينيات إلى ديترويت، إلى ميشيغان وإلى شيفيلد في إنجلترا. مصانع السيارات في مصانع فورد قائمة على العمالة اليمنية. صحيح. أنا لو منكم كل سنة كوتا 20,000 يمني أجيبه ووطنه وأعطيه بيت وجنسه وأعطيه معاش حتى يصير عندنا شعب.